مساء الفل عليكم. شوف، هو يمكن يكون مستهتر، يمكن يعمل أي شيء تتوقعه أو لا تتوقعه، وحقيقي هو أقل من إنه ينول شرف كلمة ملتزم، وعادي جدا إنك تنشر له صورة وهو بيشيش أو حتى بيحشش. لكن تعمل ده في الوقت اللي فيه هو حقيقي عنده ظروف وأخوه بالفعل توفى، ده بقى الشيء اللي ما يصحش. ومش فاهمة ليه دايما الميديا أو المواقع الرياضية بتسعى تشوف جنازة وتشبع فيها لطم. يا جماعة الخير، هو احنا ليه ما عندناش رقابة على الميديا وعلى المواقع الرياضية؟ هو ليه أي حد ممكن يخرج يقول أي خبر فيك يجي على مزاجه؟ ده احنا من كتر كذبكم ما بقيناش نصدقكم لما بتقولوا حاجة صح. أقولك والله أنا فضلت مش مصدقة خبر وفاة محمد صبري من أيام لحد ما أكدهولي شخص موثوق فيه وفي معلوماته. أصل يعني الناس دي لسه من أسابيع كانوا ناشرين خبر وفاة مؤمن سليمان، لاعب ومدرب الزمالك السابق. أنا مش ضد بالمناسبة إنك تركب الترند وصفحتك أو قناتك تتشاف، لكن حقيقي أنت تقدر تعمل ده بطريقة تانية خالص وبمجهوداتك ومن غير الأخبار الفيك اللي أنت خيالك المريض بيهيألك إن هي دي اللي هتبقى ترند. أتمنى يجي اليوم اللي الناس فيه تتقي الله، وقبل ما تقول المعلومة تتأكد منها. والله ده لا هو عيب ولا حرام. في اتجاه في الزمالك لإعارة 3 لاعبين في يناير اللي جاي، والحقيقة أنا بعتقد إن في لعيبة كتير مفروض تخرج للإعارة في الميركاتو اللي جاي أو تخرج بيع نهائي، لكن مش عايزين نسبق الأحداث ونقول أسماء ونسبب للبعض الإحباط. خلينا دايما نتناول الخبر زي ما جالنا، وخلي رأينا في أي لاعب يكون بعد فتح باب القيد في يناير. لكن خليني أقولك إن جون إدوارد بيفكر بشكل جاد جدا في خروج ناصر منسي ومحمود جهاد وعبد الحميد معالي للإعارة، ومن رأيي إن الزمالك لو عمل ده فعلا ده هيكون شيء إيجابي جدا، لأن لا ناصر منسي ولا عبد الحميد معالي ولا جهاد أقنعونا في الفترة الأخيرة. في كمان أخبار بتقول إن الزمالك بيدور على عرض لعمر فرج مهاجم الفريق وعنده رغبة في بيع اللاعب في يناير. لكن برضو فكرة بيع أو إعارة اللاعبين الغير مفيدين للفريق على قد ما هي فكرة هايلة، إلا إنها دايما بتوجهنا لسؤال مهم جدا. انت لو هتخرج جهاد ومنسي ومعالي وهتبيع عمر فرج ومعاهم 7-8 لاعبين غير مفيدين للفريق، فهل انت هتعوض رحيل اللعيبة دي ولا هتفضي القايمة وتقول ما هما كده كده لعيبة غير مفيدة؟ واحد يجي يقولي طب ما هما مش مقدمين أي إضافات ووجودهم زي عدمه، والرأي ده بالمناسبة صح جدا، لكن لا تأمن يا عزيزي مكر الإصابات. انت ممكن تستغنى عن لاعب غير مفيد وما تعوضهوش وبعدها ترجع تحتاجه بسبب إصابة لاعب عندك في الفريق. أنا بشوف إنك لو هتبيع وتمشي وتطلع إعارة من غير ما تعوض رحيل اللعيبة دي لا يبقى سيبهم ياكلوا عيش وهم عاملين زحمة ودوشة ومالين القايمة، وانت اتعودت على الحشو في الفترة الأخيرة. شقيق حامد حمدان في تصريحات ليه قال إن حامد عمل اللي عليه وزيادة عشان ينتقل للزمالك، في إشارة منه إن جه دور الزمالك عشان يبدأ يتدخل ويخلص الصفقة ويتمسك بضم اللاعب زي ما اللاعب تمسك بالانضمام للزمالك. وطبعا موقف الزمالك غامض زي ما كلنا عارفين، ومش فاهمة الحقيقة هل هو موقفه غامض لأن مفيش فلوس، ولا صرف نظر عن ضم حامد حمدان، ولا مستغل المبلغ اللي هيدفع فيه ومش عايز ينفذ البنود المتفق عليها مع مجلس إدارة بتروجيت. لكن من الواضح كده إن الزمالك إذا وقف المفاوضات مش هيكون وقفها لأسباب تتعلق بعدم توفير المبلغ المتفق عليه، لأن يقال والله أعلم إن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك بيتواصل مع هادي رياض لاعب بتروجيت وبيستطلع رأيه في الانضمام لنادي الزمالك في مطلع شهر يناير القادم. وده معناه إن الزمالك لا رافض التعامل مع بتروجيت ولا اعتراضه على المبلغ اللي هيدفع في اللاعب. لكن خليني أقولك إن خبر تفاوض الزمالك مع هادي رياض ده خبر رائع وهايل، والرائع في الموضوع مش إننا بنتفاوض مع هادي رياض تحديدا، الرائع هنا إننا بنتفاوض وبنتحرك عشان ندعم الفريق في يناير أساسا. لكن الغريب بالنسبة لي إننا برضو محلناش مشكلة الأزمات المالية وبنتفاوض مع لعيبة جداد، ومش عارفة الخبر ده لو حقيقي أو كان فيه فعلا نية للتعاقد مع لاعبين في يناير هيعملها ازاي دي جون إدوارد؟
أصل يعني أنا مش مستوعبة فكرة إنك كمدير رياضي في الزمالك ترفع تليفونك وتتصل باللاعب تستطلع رأيه في إنه يتضم للزمالك أساسا في الوقت الحالي اللي مفهوش فلوس. ولو افترضنا إنك عندك الجرأة تتفاوض مع لاعب من أجل الانضمام للزمالك، فيا ترى هتقوله إيه؟ هتقوله الزمالك عايز يضمك وهيعمل لك عقد محترم في الوقت اللي فيه اللاعب اللي بتفاوضه ده عارف انك ما بتمتلكش اي فلوس، ولو حتى وفرت فلوس ضمه مش هتقدر تديله مستحقاته زيه زي بقية اللاعبين في الفريق. اقسم بالله ان الزمالك بيضم اللعيبة في الفترة دي باسمه بس. انت بتضم لعيبة بتوافق على الانضمام لناديك لانك الزمالك، واسم ناديك لوحده كفاية. لكن اللاعب ده مهما كان بيحارب عشان ينضم ليك ومبسوط قوي بانتقاله للزمالك، بعد شهور أو بعد أيام هيبقى عايز يصرف مستحقاته، هيبقى عايز يدفع أقساطه، هيبقى عايز شقة، هيبقى عايز بقى عربيته تتغير. وبالتالي مع أول تعثر مادي ليه هتروح زهوة انضمامه للزمالك، وهنا هتواجه انت وهو مشكلة. ولو اتحمل حتى معاك سنتين تلاتة اللي في عقده مش هيجدد لك بعد ما طلعت عين أهله عشان تديله 50% من مستحقاته. الحسبة كلها زي ما اتكلمنا عنها قبل كده بتتعلق بالشغل الإداري والموارد المادية. ومن الآخر كده إذا ما تحلتش الأزمة المالية أو مجلس الإدارة ده ما استقلش أو شاف له شغلانة تانية، هنفضل نلف في نفس الدايرة ومش هنخرج منها وهنستمر فيها لسنين وسنين جاية. أتمنى إن الجماهير تستوعب إن مشكلتنا النهاردة وفي التوقيت ده تحديدا ما بقتش مشكلة ضم لاعب، المشكلة إزاي هنوفي بنود عقد اللاعب اللي هنضمه. المشكلة إزاي هنجيب مجلس إدارة عنده شخصية يرجع حق الزمالك، مش يتسحب منه الأرض بدون أي وجه حق وهو قاعد بيتفرج. وبالمناسبة القصة دي هي اللي بتضيع مننا البطولات وبتبعدنا عن المنافسة، وخطر علينا أكتر من أي خطر بيسببه لنا منافسين. غدا بمشيئة الله تعالى الزمالك هيبدأ أولى مباريات دوري المجموعات في الكونفدرالية. وبالمناسبة الزمالك أخذ موافقة الكاف على تخليد ذكرى الراحل محمد صبري في مباراة زيسكو يونايتد. خطاب الكاف تضمن السماح بالوقوف دقيقة إعداد على روح الراحل اللاعب العظيم والرمز الحقيقي نادي الزمالك محمد صبري، بالإضافة لعرض صور الراحل على شاشات الملعب أثناء الوقوف دقيقة إعداد. الكاف كمان وافق على ارتداء اللاعبين تيشيرت عليه صورة صبري وعبارة وداعا محمد صبري أثناء مرحلة الإحماء والتسخين قبل اللقاء. الكاف كمان سمح للاعبي نادي الزمالك بارتداء شارة سوداء أثناء اللقاء. الحقيقة موقف عظيم من الكاف وموقف عظيم من مجلس إدارة الزمالك اللي خاطب الكاف وطلب منه تخليد ذكرى اللاعب العظيم محمد صبري. كنت دي صبري نجم من نجوم نادي الزمالك. الشيء بالشيء يذكر، ومش معنى إني مش شايفة إن المجلس ده يصلح لإدارة نادي كبير بحجم نادي الزمالك يبقى ما نذكرش الإيجابيات حتى وإن كانت من الأشياء المفروغ منها والأصول بتحتم علينا وعليهم اتخاذ مثل هذا التصرف. لكن برضو الأصول بتقول يا عزيزي كابتن حسين لبيب إننا كان المفروض عملنا حداد في قناة الزمالك لمدة 3 أيام متواصلة زي ما النادي الأهلي عمل وقت وفاة الراحل العمري فاروق. الزمالك إن شاء الله بكرة هيلعب أولى مبارياته زي ما قلنا، واعتقد ان المباريات الاولى في دوري المجموعات عادة بتكون مهم جدا فيها انك تفوز وتحصد اول 3 نقاط، خصوصا لما يكون المباراة في ارضك وسط جمهورك. عشان كده بناشد لاعبي نادي الزمالك ما ينكدوش علينا في مباراة اعتقد انها مش صعبة وهيكون فيها تكريم للراحل محمد صبري الله يرحمه ويرحم امواتنا جميعا. لحد هنا وبنكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اللي بتمنى تكون نالت إعجابكم. دمتم دائما وأبدا أكبر داعم ليا ولجميع مقدمي المحتوى الزملكاوية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.